السلام عليكم، معكم توفيق. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي كنحط قصص واقعيه. الا كنتي كتبغي بحال هذا النوع من الفيديوهات ما تنساش تخلي ليا واحد ابوني وتفعل الجرس، وما كرهتش تخلي ليا الراي ديالك اش من نوع ديال القصص كيعجبوك، واش الاختفاء، جرائم، اختطاف الى اخره. هكا غادي نعرف شنو اهتمامات ديالك، ولا تكتب ليا كاع شي كومونتير يحفزني ويشجعني. ايوا يلا نبدا. القصه ديال اليوم شدات الانتباه ديالي بزاف فاش كنت كنقلب على شي قصه اللي نهضر عليها، خصوصا ملي سمعت قصه غامضه والبوليس ما قدروش يفكوا الخيوط ديالها، واللي عرفات بزاف ديال النظريات. بلا ما نطول عليكم، واحد العائله كتكون من اب وام وبنت غادي اختفاو في ظروف غامضه في 2009. نهار 16 من نوفمبر عام 2013، اي بعد 4 سنوات من الاختفاء ديالهم، واحد المجموعه من الصيادة في الوقيته اللي كانوا كيقلبوا على شي صيد لقاو هياكل عظميه ديال راجل ومراته وبنت صغيره ما بعيداش بزاف على البلاصه اللي لقاو فيها الطوموبيل ديال العائله اللي اختفات في 2009. هادوك الصيادة علموا البوليس العائله اللي اختفات معروفه بعائله جيميسون. الاب سميتو بوبي، والام شيريلين، وبنتهم الصغيره سميتها ماديسون. المهم البوليس من يتلقاو الخبر عرضوا الهياكل العظميه للتحاليل باش يتاكدوا واش كيرجعوا لعائله جيميسون. نهار 3 يوليوز 2014 خرجوا التحاليل، والنتيجه كاين تطابق بين الهياكل العظميه وعائله جيميسون، اي ان هاد العائله اللي اختفوا لقاوهم الصياده ميتين وتحلوا حتى ولاو هياكل عظميه. باش نفهموا شويه ملامسات هاد الاختفاء الغريب نرجعوا شويه للور. في 2009 في واحد المدينه سميتها يوفاولا في اوكلاهوما في ميريكان، واحد العائله معروفه باسم جيميسون. كيف ما قلت لكم، الاب سميتو بوبي، والام شيريلي، والبنت سميتها ماديسون، وعمرها هذيك الساعه 6 سنين. هاد العائله كانت كتبان عليهم عائله سعيده، عائله فرحانه، ما عندهمش المشاكل الى اخره، ولكن هاد الشيء غير من الخارج، وكانوا كيتمناو تكون عندهم دار بحال جميع الناس. شراو واحد الارض كبيره وبعيده على الناس، شراوها في العروبيه. واحد النهار قرروا انهم يمشيو ويديروا دويره ويكتشفوا الاجواء حدا ديك الارض ويشوفوا الدنيا كيف دايره تما. من بعد 8 ايام على المشيه ديالهم، شي وحدين لقاو الطوموبيله ديالهم ما فيها حتى شي واحد، واقفه في جنب الطريق. الباب ديال السائق كان محلول. لقاو في الطوموبيل غير الكلبه ديالهم، وكانت في واحد الحاله مزريه. السلطات من بعد ما تلقات البلاغ بالعثور على السياره ديال عائله جيميسون مشاو لعين المكان في البلاصه. الشريف ديال هذيك البلده قال لهم شي حاجه خايبه وقعت لهاد العائله، حيت لقاو في الطوموبيل التليفونات ديالهم، ساطن وكريديت كارت ولا البطائق الائتمان ديالهم والوراق ديال لاسيرونس. في البلاصه استبعدوا الفكره ديال ان هاد العائله ممكن يكونوا الشفاره اللي وقفوهم دافع السرقه، حيت سينو ما كانوش غيلقاو هادشي. تحت الكرسي ديال بوبي اللي كان هو السائق لقاو مبلغ ديال 32 ألف دولار، اي 32 مليون مغربيه، مبلغ كبير. السؤال اللي طرحوه المحققين هو كيفاش هاد العائله اللي كان عندهم دخل قليل وكانوا عايشين غير بالاعانات ديال الاعاقه من هاد الدوله عندهم هاد المبلغ، وهاد الشيء غير في اطار رحله. لقاو تاني واحد الرساله مكتوبه بخط ديال اليد كاتبها الام شيريلين على راجلها بوبي. هاد الرساله كانت عامره بكلام فيه غير الكراهيه تجاه راجلها، كتهموا فيه بانه ما كيهتمش ببنته، وانها ولات كتكرهه بزاف وبغات تطلق منه. لقاو في التليفون ديال بوبي التصويرات ديال بنته جالسه في واحد فوق واحد التله، وصراحه ما فهموش التعبير اللي كان على وجه البنت الصغيره، ما عرفوش واش كتضحك ولا كتبكي على قولة الله أكبر. الطوموبيل اللي لقاوها كانت في حالة مزيانة، ما وقع لها والو، وما عليها حتى شي اثار ديال الكسيده ولا شي حاجه خايبه، ولقاوها عامره بالمازون، وما كانش عليها شي اثار كيدل ان العائله تجادلوا مع شي واحد ولا شي اثار ديال الدم. قالوا المحققين ربما وقف عليهم شي واحد، سواء مشاو معاه بخاطرهم او مشاو معاه صحه. وبداو المحققين عمليه البحث على العائله، ومعاهم 400 متطوع زائد الكلاب والدرونات، والو ما لقاو حتى شي حاجه. هاد العائله اللي كنت قلت لكم انها كانت كتبان عائله فرحانه من الخارج، كانت كتخفي وراها بزاف ديال الحوايج معقده. الام شيريلين كانت كتعاني من مرض نفسي حاد، وكان عندها اكتئاب. كانت ديجا ماتت لها واحد صاحبتها عزيزه عليها بزاف، واللي زاد ازمها اكثر انها خسرات الحضانه ديال ولدها لصالح راجلها الاول، وفي نفس العام داوها المصحه النفسيه حيت كانت باغا تنتحر. الزواج ديال بوبي وشيريلين كانوا فيه بزاف ديال المشاكل وما كانوش كيبينوا للناس.
ولكن الرسالة اللي لقاوها فضحات كل شيء. بوبي كان كيعاني من آلام مزمنة بسبب واحد الأكسيدة كان دارها في 2003، زائد أن علاقته بباه كانت خايبة بزاف لدرجة أنه اتهم باه بأنه كان باغي يقتله وكان باغي يدعيه، حيت كانت بيناتهم واحد الكونترا باش أن بوبي غيجاري واحد ستاسيون ديسونس. الكونترا كتقول بأن بوبي كيملك النص في هذاك ستاسيون على المدى الطويل، ولكن اللي كيبان في شكل هادشي كامل هو داكشي اللي غادي تسمعوا دابا. بوبي ومراته كانوا كيقولوا بأن دارهم كانت مسكونة بالجنون، وكانوا ساكنين فيها 2 حتى 3 ديال الجنون. وصلت بهم واحد النهار مشاو عند القس ديال الكنيسة وبغاو يجيبوه للدار باش يجري لهم على الجنون، بحال البلان ديال الرقية الشرعية عندنا حنايا. كيقولوا بأن بنتهم الصغيرة كانت كتهضر مع شي وحدة سميتها إيميلي، اللي كانت كتقول عليها الأم بأنها روح شريرة. واحد النهار بوبي سول هذاك القس، قال لي واش ما كاينش شي قرطاس سبيسيال نقدر نتيري بيه على الجنون باش يمشيو بخطرة. حاجة أخرى اللي تا هي بانت المحققين غريبة، الكاميرات ديال المراقبة اللي قريبة من السكن ديال العائلة أيام قليلة قبل الاختفاء سجلاتهم هما كيدخلوا شي حوايج غريبة من الدار للطوموبيل، مشاو وجاو شي 20 مرة، وكانت كتبان عليهم شي تعابير في وجه ديالهم بحال زعما راهم مرتبكين. هاد السلوك دخل الشك، قالوا ربما راهم متورطين في المخدرات ولا زعما غير الاكتئاب اللي عايشين فيه هو اللي خلى الوجوه ديالهم يبان هكا. شيريلين كانت كتكتب شي عبارات للجيران، كانت كتكتب بحال هكا: الجيران داروا السم للمشاش ديالنا، والساحرات ما كيعجبهمش الحال ملي كيموتوا ليهم مشاشهم. كتبان زعما بحال كتهدد في الجيران ديالها. الجيران ملي قراو هادشي ولاو كيتجنبوا هاد العائله. واحد النهار شيريلين جرات على واحد المعلم جا عندهم للدار يصاوب لهم شي حاجه، جرات عليه بالقرطاس، ضربات القرطاس في الارض باش داك المعلم يمشي في حاله حدا رجليه، حيت هذاك المعلم كان عنصري كيدافع على العرق الابيض. وشيريلين النص ديالها كان من السكان الاصليين ديال الميريكان، اي من الهنود الحمر. ناضت بيناتهم مشاكل ديال بصح، كانوا ديما كيتعايروا. ودابا غادي نرجعوا ل 2013 فين تاكدوا بان الهياكل العظميه اللي لقاوها كترجع للعائله ديال جيميسون. السؤال هو شكون قتل هاد العائله؟ التحقيق في هذه القضيه كان صعيب بزاف، داروا عمليه تشريح، لكن بسبب ان الجثث تعرضوا لبزاف ديال العوامل الطبيعيه لمده ديال 4 سنين ما قدروش يعرفوا سبب الوفاه. الجثث ما كانش فيها اثار ديال القرطاس ولا ضربه بموت ولا عصا، من غير الجثه ديال بوبي بوحدو اللي لقاو في الجمجمه ديالو واحد الثقبه صغيره. في الاول قالوا واقيلا النتيجه ديال ضربه بقرطاسه، لكن من بعد المحققين استبعدوا هذه النظريه. ايوا دابا كيفاش عائله على قدها تموت بلا ما يعرفوا السبب الحقيقي وراء الموت ديالو؟ غير باش نقول لكم هذه القضيه ما قدروش البوليس يحلوها، ولكن حطوا بزاف ديال النظريات. انا غادي نقول لكم هاد النظريات وانتم قولوا لي اشنو بان لكم. اول نظريه، قالوا البعض بان هاد العائله خرجت في رحله استكشافيه للارض ديالهم، يعني اللي شراوها، وتوضروا في الغابه وبقاو واحدين فيها حتى ماتوا بسبب الظروف الصعيبه اللي كاينه ديال الجو. اش بان لكم في هاد النظريه؟ واش كتبان نظريه معقوله؟ المحققين استبعدوا هاد النظريه حيت قالوا ان الجو ماشي هذاك الجو اللي يقدر يقتل عائله على قدها. زائد علاش غيخليو طوموبيلتهم فيها 32,000 دولار ويخرجوا يتمشاو على رجليهم والطوموبيل عامره بالمازوت؟ النظريه الثانيه، هاد النظريه ركزوا فيها على الحاله النفسيه ديال الام والرساله ديال الكراهيه اللي لقاوها. افترضوا ان الام كان عندها سلاح وخازناه، وقالوا واش زعما تكون الام قتلات راجلها وبنتها وانتحرت؟ شنو بان لكم في هذه تاعي؟ صحابها والطبيب ديالها نفاو هادشي، قالوا بان الام كانت كتفرغ الغضب ديالها كامل في الكتابه، وهذه الطريقه ديال الكتابه قال لهم الطبيب انها نوع من انواع العلاج وما عندها حتى شي علاقه بالقتل او بخطه القتل. النظريه الثالثه، بسبب المشاكل اللي كانت ما بين بوب وباه على الخدمه والفلوس، زائد ان بوب اتهم باه بمحاوله القتل، وكانوا كيدوروا اشاعات بان الاب ديال بوب كانت عنده شي علاقه بمافيا مكسيكي، قالوا ربما ان الاب ديال بوب غيكون متورط في القتل ديال العائله. حتى هذه النظريه المحققين رفضوها حيت الاب ديال بوب مات من بعد شهرين من الاختفاء ديال العائله. النظريه الرابعه، 32,000 دولار اللي كانوا هازينها معهم، والسلوك الغريب اللي بان على العائله من خلال كاميرات المراقبه بحال زعما هازين شي حاجه زعما بحال المخدرات. زائد ان هذيك البلاصه اللي ساكنين فيها كانت معروفه ببيع المخدرات، وكانوا فيها مختبرات ديال الميتافيتامين
حتى هو نوع من انواع المخدرات. قالوا ربما هذه النظريه غتقدر تكون صحيحه. المهم شنو بان لكم في هذه النظريه؟ هذه النظريه كانت اكثر نظريه بالنسبه للبوليس منطقيه، وقالوا شي وحدين ان هذوك الفلوس ربما مقابل شي صفقه تبادليه ديال المخدرات، لكن هذه الصفقه وقعوا فيها المشاكل وبسببها ماتوا. واخا البوليس مشاو قلبوا الدار مزيان ما لقاو فيها والو، ما لقاو فيها حتى شي دليل كيدل على تورط العائله في المخدرات، ولكن واخا هكاك هذه النظريه بقاو البوليس مرشحينها. النظريه الخامسه، هذه النظريه غريبه بزاف. بهذه المناسبه بغيت نسولكم، واش ممكن ان الجن يقدر يأذي الانسان؟ هذا سؤال شخصي مني لكم. المهم الجيران كيقولوا بان العائله كيسحروا بزاف، زائد انهم مشاو عند القس باش يطردوا الجن من الدار، زائد ان كاين واحد الكتاب ديال السحر لقاوه في الدار. حتى هو زاد من الشكوك ديال هذه النظريه. السؤال هنا، واش الجن عنده علاقه بالقتل ديالهم؟ نهضر على راسي، انا كنآمن بالجن، ولكن باش زعما الجن يقدر يقتل الانسان كتبان كتخش العقل، والله اعلم عاوتاني. المهم غادي ندوزو دابا لاخر نظريه، هي النظريه السادسه. هاد النظريه اللي طرحها هو الاب ديال الزوجه شيريلين. قال بان عائله بنته تقتلوا على ايد واحد المجموعه متطرفه سميتها الجيش الاحمر، وقال بان هذه المجموعه كتستهدف الناس اللي فيهم المشاكل. السلطات رفضت هذه الادعاءات حيت قالوا اصلا ما كاين حتى شي اثبات على وجود بحال هذه المجموعه ولا شي انشطه دازت مشابهه لهذا الشيء اللي كيقول. وهذاك السيد اللي كان جا عندهم الدار باش يخدم ليهم باش يصاوب لهم شي حاجه، داك العامل اللي كنت عاودت لكم عليه، كان عنده مشاكل مع الام لاسباب عنصريه عندها علاقه بالعرق الابيض. حتى هذه الفرضيه تحطات وقالوا ممكن تقدر تكون شيريلين مستهدفه، حيت شيريلين كانت من اصول ديال الهنود الحمر، وكتعرفوا المشاكل ما بين العرق الابيض والسكان الاصليين ديال الميريكان. المهم دازو السنوات والقضيه ديال هاد العائله بقات بحال شي لغز بلا حل. كاع هاد النظريات سواء اللي كيبان منهم لوجيك سواء اللي ما كيبانش منهم لوجيك اي كيبان خيالي، لقاو فيها بزاف ديال الثغرات والتناقضات، وما كايناش ادله ماديه كافيه باش يثبتوها، والبوليس ما قدروا يشدوا حتى شي مشتبه به في هذه الجريمه. قصه غامضه وغريبه ديال هاد العائله، واخا المشاكل اللي كانوا عندهم، ولكن كان عندهم احلام، يستقروا في دار يربيو بنتهم كيف ما بغاو. فرمشت عين عائله كلها مشات، ما عرفوش شكون اللي قتل. داكشي اللي بقى منهم غير هياكل عظميه، كلبه، رساله والفلوس، الطوموبيل. ايوا الفيديو ديالنا سالا، قولوا لي شنو بان لكم في هذه القضيه، واش من النظريه اللي بانت لكم في هذه النظريات اللي قلت لكم منطقيه، ولا عندكم نتوما شي نظريه اخرى من غير هادشي. ايوا ما تنساوش تخليو لي جيم باش تعاونوا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتابوناو في القناه باش يوصلكم جديد. تهلاو في راسكم.